بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. سلام عليكم يا رجاله. دوره جديده، دوره ابطال. كتكوت اتنصب عليا فيه وهتعامل معاه. شغل جديد في العنبر، نظام تربيه حديث قوي، احدث انظمه تشوفوها ان شاء الله، متواضعه برضه يعني بس احدث انظمه. المهم، الكتكوت ده احنا عارفين ان الكتكوت عشان نستلم الكتكوت لازم يكون وزنه من 40 ل 43 جرام. ده اسمه كتكوت اللي هي الام بتاعته في عز الانتاج. طب اقل بيكون بشاير، طب اعلى بيكون قطعان كبيره، اللي هي الام اللي هي ست عجوزه خلفت. فانا استلمت الكتكوت وزنه 47 جرام و50 جرام. طبعا بسأل صاحب المكتب، بقول له حضرتك المفروض الوزن بيكون 43 جرام. بكلمه بجهل بقى كأني مش فاهم حاجه. شفت فيديو كده بيقول ان الوزن المفروض 43 جرام، هو ده ليه 47؟ قال لي ما ده الام واكله كويس ومتغذيه كويس، كنت عايز ابطل كدب يا نصاب، دي قطعان كتير. بس طبعا انا سمحت ان يتنصب عليا لان عارف هتعامل ازاي مع الكتكوت. رقم واحد، لو انت خدت الكتكوت تحت ال 40 جرام يبقى انت كده خدت كتكوت مناعته صلبه، بس التحويل بتاعه قليل. يعني الدوره ب 35 يوم، لا ده ممكن تقعد معاك 45 يوم. فتشتغل على ايه في الكتكوت اللي هو تحت ال 40 جرام؟ تشتغل على رفع خلطات زياده وزن، بروبيوتيك، اي حاجه تشتغل معاك على الوزن، الضوء الاخضر، اي حاجه تستهدف معاك الوزن استخدمها في الكتكوت البشاير. طيب الكتكوت القطعان الكبيره اصلا بيحول بسرعه، وزنه عالي، بيشيل وزن، لكن مناعته في ذمه الله اللي هي مش اللي هي يعني، لكن المناعه بتاعته اقل من الطبيعي. فده بنشتغل عليه بنظام رفع المناعه اللي هو الضوء الازرق عشان نرفع المناعه. نشتغل رافع مناعة، نشتغل الرعاية رقم واحد عشان تحافظ على الكتكوت ده. لازم الرعاية كده كده هي رقم واحد يعني. فأنا خدت الكتكوت مع أنا عارف إن هو قطعان كبيرة، بس خدته لأن أنا عارف هتعامل معاه إزاي، هشتغل مع المناعة، وأنا كده كده رعايتي الحمد لله. طبعا حرارة الرطوبة دي يثبت لك إن الرطوبة في المكان مظبوطة من غير ما أوريكم السيرموستات أو درجات الحرارة عندي كام. حاجة كمان، الناس كتير بتكلمني تقول لي يا ابو انس اشغل خليه امتى؟ اشغل الشفاط امتى؟ انا واحد قال لي اقل من 15 يوم ما تشغلش، انا واحد قال لي مش عارف ايه. ما الخليه انا عندي بليلها بل كامل، حراره عندي 34، لو رفع الدرجه الشفاط بيشتغل بينزلها. الكهرباء عندي 180، انا عندي الدنيا في ذمه الله. العلف بقى بتاعنا النهارده علف هايد، ده علف صيني، ده هو مكتوب عليه الرهيب وهو رهيب فعلا. اغلى سيكه لكن علف محترم، لو جنبك انا جربته قبل كده في التربيه الارضي، علف محترم جدا. طب يا ابو انس الكتكوت القطعان كبيره مناعته ضعيفه، انت ليه استلمته؟ هقول لك يا حبيب قلبي، رقم واحد انا بربي بطاريات، رقم اتنين انا فاهم رعايه، رقم تلاته انا بعرف العب على المناعه كويس جدا واعرف استخدمها، لان انا فاهم سيكولوجيا الكتكوت. اول 3 ايام الجهاز الهضمي ما اكتملش، فما برضاش اديله مضاد حيوي. لسه اول ما بينزل لسه كيس المح ما بنزلوش علف على طول. يعني انا لما باجي استلم الكتكوت لو شميت في ريحه زفره بعرف ان الكتكوت ده لسه طالع من الفقاسه، خارج من البيض على طول، فلسه عنده كيس المح اللي هو صفار البيض بيمتصه. اقل حاجه بيقعد من 8 ل 12 ساعه، المفروض الكتكوت يقعد من 8 ل 12 ساعه ما ياكلش، زيرو اكل. فانا مثلا بحط في حسبان ايه، الكتكوت ده جاي لي 4 ساعات على ما اجيبني المعمل لحد المكتب لحد ما انا ما جبته، فبفضل زي حوالي ساعتين 3 ساعات تاني ما بحطلوش اكل، بحيث ان هو يكون امتصاصه على كيس المح اللي هو زي نظام صيام متقطع كده. بعد كده طبعا الجهاز الهضمي لسه ما اشتغلش، بشتغل معاه بانزيمات هضم. اول 3 ايام الجهاز الهضمي ما اكتملش، بشتغل بقى بانزيمات هضم وبروبيوتيك وبكتيريا نافعه وتحميض ميه. الدوره دي نشتغل بنظام تحميض الميه. طيب لو انا عندي عدد وبربي بطاريات، استلم القطعان الكبيره استلم لو انت فاهم تربيه. طب لو انا عندي عدد هنزل، لو انا بونس هنزل عدد عنبر كبير مثلا وبربي ارضي، مش هستلم القطعان الكبيره. ليه؟ لان احنا عارفين ان التربيه الارضي كلها مشاكل. انت كده كده الفرخ نايم على منبع الامراض، بياكل ويشرب ولا مؤاخذه يشخ في نفس المكان. وكمان كل ما العدد زاد الحمل الميكروبي بيزيد.
فلو انا بربي عدد وبربي ارضي مش هجازف بيه. ليه؟ لان انا كده كده مضطر ادي مضاد حيوي. يا وانس مش انت ما بتديش مضاد حيوي، لا انا لو بربي ارضي هدي مضاد حيوي حتى لو كتكوت نظيف. ليه تدي مضاد حيوي حتى لو كتكوت نظيف، حتى لو التربيه سليمه؟ هقول لك لان انت الكتكوت نايم على منبع الامراض، فانا كده هيجي مرض. مش ممكن انا كده ممكن يجي مرض بسبب اهمال مني او بسبب غفلان او نسيان، لكن التربيه الارضي هيجي مرض، هيجي خلاص. انت ده سبله يا ابني، ده انت بياكل على يعني لو علفايه وقعت على الارض هو هياكلها. ده بينكش برجله كده ولا علفايه لها 3 سنين اتملت سموم فطريه مليانه رطوبه وقرف، هياكلها. الفرخ ما بيقرفش، نفسه حلوه، النفس الحلوه لها الجنه يا جماعه. فانا لو عندي عدد وهربي ارضي هقول لي لا بعد اذنك الكتكوت ده ما يلزمنيش. لو بربي بطاريات هستلم، بشرط يكون عندي المكان مجهز بالكامل، يكون عندي بدل خبرات، يكون فاهم تشريح، تكون بروفيشنال، خبير دواجن. وان شاء الله باذن الله السلسله دي هعلمك ازاي تكون خبير دواجن. فانا استلمت الكتكوت قطعان كبيره مناعته ضعيفه، هنشتغل معاه على المناعه مش الوزن، لان هو هيحمل معايا وزن. طب يا ابو انس ما انت عايز تكسب برضه، يعني محتاج وزن. اقول لك انا شغال بنظام الاضاءه الزرقاء والخضراء، يعني عندي مناعه وعندي وزن. شغال بنظام تحميض الميه، يعني عندي مناعه وعندي وزن. شغال برافع مناعه قويه واصلا مش محتاجه، يعني عندي مناعه وعندي وزن كده 3 نقط مناعه. الرعايه من حديد، اقوى نقطه قوه. يعني عندي مناعه تاني، خلطات هنعملها ان شاء الله في الدوره دي، مناعه خامس. فان شاء الله ما بديش مضاد حيوي، مناعه سادس، 6 نقط للمناعه. يعني اجازف براحتي يا باشا، انا بدماغي، فانا فاهم انا بعمل ايه. طبعا اول حاجه الكتكوت نجيبه ونستنى ساعتين لو شميت فيه ريحه زفاره سيبه ساعتين 3 يفضل، مش هيضرك. حتى هو لو جاي ليه 7 ساعات مش هيضرك. فانت لو شميت ريحه زفاره سيبه ساعتين 3 من غير اكل، نزل له ميه، نزل له محلول معالجه الجفاف او الالكترولايت او السيفيرتون بلس اللي انا بشتغل بيه. انضف حاجه انا اشتغلت بس سيفيرتون بلس. بعد كده ان شاء الله تنزل بالعلف بتاعك. طبعا نظام الاخضر والازرق، انا هنا مشغل اضاءه بيضاء عشان بصور. اول اسبوع ما بشغلش النظام الاخضر والازرق للكتكوت، وان شاء الله بعمل لكم حلقه كامله عن فوائد الاضاءه الخضراء والزرقاء وتجارب وابحاث اتعملت ومصادر وكلام جميل تشوفوه الحلقه الجايه باذن الله. لكن النهارده اعلمك ازاي تستلم الكتكوت. اول حاجه احنا بنمسك الكتكوت اهو، ده كتكوت اهو عشوائي، انا قلبه على ظهره اهو، على ايدي اهو، اروح سايبه كده يعدل نفسه في 3 ثواني. 3 ثواني عدل نفسه خلاص اهو. امسك كتكوت تاني اروح اعمله كده على ايده اهو، يعدل نفسه في اقل من 3 ثواني. 3 ثواني خلاص الكتكوت ده نضيف. طبعا عشان انا بيتشكل في ايدي اهو، نجيبه على الارض شايفين اهو، نجيب الكتكوت كده قلب نفسه في 3 ثواني، اقل من 3 ثواني. نجيب كتكوت تاني اهو، اقل من 3 ثواني الكتكوت بيقلب نفسه. طبعا عشان على ايدي باجنحه جوه صباعي يبقى مش قادر يتقلب، يعني المفروض يبقى كده مثلا كده بسهوله. اقل من 3 ثواني امسك الكتكوت انفخ في عند فتحه المجمع كده فوقها سنه، يعني انفخ كده بقك هيغطي يعني. لو لقيت عنده نقطه سمراء متضخمه التهاب سره ما تستلمش الكتكوت، ما تجازفش معاه. لو لقيت عنده التهاب مفاصل تبص على مفصل الكتكوت بتاع الرجل، ما تكونش المفصل ده، شايفين المفصل ده ما يكونش احمر محمر، المفصل ده ما يكونش احمر، المنقار بتاعه ما يكونش طري، ما يكونش الكتكوت فيه تشوهات، ما يكونش فيه التهاب سره، تكون الحيويه سليمه، يكون الوزن بتاعه من 40 ل 43 جرام، ده اسمه في عز الانتاج. لو هتاخد كتكوت قطعان كبيره زي اللي انا خدته لازم تكون فاهم تربيه، تكون عارف هتتعامل معاه ازاي. لو هتاخده بشاير اعرف ان الدوره هتطول معاك شويه. حتى لو بتفطر وتغدي وتعشيه بروبيوتيك، هو سيكولوجيا التحويل عنده او
التحويل عنده بطيء، فما تحاولش. هو خلاص هو حده طاقه الاستجابه اللي عنده الهضميه، الاستجابه الهضميه ما بيش بالعافيه. هو مش بطه هتزغطها، هو اخره هياكل كذا في اليوم، والمعده بتاعته اخرها هتهضم كذا في اليوم. فمهما تديله، هي المعده ليها حد هضم، ههضم كذا النهارده، غير كده يبقى سوء هضم. مش هضم، انا تعبت خلاص، المعده تعبت مش هتقدر تهضم على كده. اديك بروبايوتيك، انزيمات هضم، هتديك زياده في الوزن؟ لا، هتهضم لك العلف بصوره سليمه عشان تاخد الوزن اللي المفروض تاخده. مفيش حاجه اسمها بروبايوتيك بيزود الوزن. الوزن بيزيد من حاجتين اتنين بس، مالهمش تالت: بروتين وكربوهيدرات. طاقه، بروتين وطاقه اللي هم موجودين في العلف. لما بدي بروبايوتيك او انزيمات هضم بهضم البروتين والطاقه بشكل كويس، بحيث ان ناخد الوزن المظبوط. فمفيش حاجه اسمها هدي كذا عشان اعلي في الوزن، لا، هو انت وزنك لو هضمت العلف هتاخده مظبوط. ممكن انت فاتح شهيه على مدار ال 33 يوم، ممكن اكسب يوم، بدل ما اطلع مثلا على 35 يوم لا اطلع على 34 واشتغل بفتح شهيه، اكسب يوم. لو كنت مثلا بدل ما ياكل 1 جرام في اليوم لا ياكل 1 جرام واحد من 10 مثلا. يعني لو بدل ما ياكل 10 جرام في اليوم ياكل 11 جرام، هيبقى عندك في 1 جرام تاني على 33 يوم، هتلاقي نفسك فرقت 30 جرام تاني مثلا، فرقت يوم. يعني هي دي الفكره. هشتغل بفتح شهيه، اكل علف زي اللي في الاخر برضو اللي بيحول الوزن ايه؟ العلف، البروتين والطاقه. اديت بروبايوتيك، اديت انزيمات هضم، اديت جن ازرق، هو هتاخد التحويل اللي من العلف. عايز تاخد وزن 2 كيلو ونص متوسط، اكل 3 كيلو وربع، 3 كيلو ونص علف. عايز تاخد وزن عالي، زود في العلف. طب عايز تاخد وزن عالي في وقت اقل، زود في انزيمات الهضم اللي هو كتكوت يهضم بسرعه. فالاقي نفسي في ال 35 يوم اكلت 3 كيلو ونص علف، خدت متوسط 2700 2800 2600 2 ونص. كلام جميل، كلام زي الفل. فما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك الدواء بيزود الوزن، بروبايوتيك بيزود وزن، مش عارف ايه بيزود وزن. اللي بيزود الوزن البروتين والطاقه. العلف اللي احنا جايبينه ده 23% ونص بروتين، 21% ونص اللي هو النامي. الاحماض الامينيه فيها حمض اللايسين والدالميثيونين. واللايسين والميثيونين دول مش موجودين في العلف النباتي. طبعا الاحماض الامينيه بتزود الوزن، بس مش اللي هو الكيلوهات. بتديك الاحماض اللي هي ناقص الفرخ عشان يعرف يحول وزن. هي ما فيهاش بروتين، هي فيها حمضين حاجتين بس فهو بيديك حاجات تساعد في تحويل الوزن. انزيمات الهضم بتساعد في تحويل الوزن، اللي هي بتقرب يعني بتسرع عمليه الوزن، الهضم، انزيمات الهضم. فتح شهيه بتساعد في تحويل الوزن، تخلي الكتكوت ياكل يسحب علف. الرعايه اقوى من كل اللي فات، الرعايه رقم واحد. انت لو بتاكل علف 25% بروتين، مع ان ما ينفعش، لو علفك سليم ودواك سليم وانزيمات هضم والرعايه مش سليمه مش هياكل، مش هيبقى ليه نفس اصلا. خلي عندك دم مظبوط للرعايه، ما تركزش مع الادويه والكلام الفاضي ده. ان شاء الله الدوره دي هوريكم اقل تكلفه ادويه هتنزل للفخ، واعلى وزن هنشوفه باذن الله، لان انا اشتغلت على كذا حاجه في الدوره دي، وكمان شغال على كتكوت قطعان كبيره، يعني مناعه زفت. لو مفيش رعايه انا في ذمه الله. بص بقى على العنبر التحديث الجديد. انا ليه مستقبل في الدور اللي في النص مش مستقبل في الدور اللي فوق؟ عشان في موجة حر. طبعا انت بتربي فراخ لازم يكون عندك علم بالارصاد الجوية. طبعا احنا عندنا موجة حر بداية من النهاردة لحد يوم الثلاث. متوسط درجات الحرارة هتكون 47. خلية مبلولة بالكامل، الحرارة 41، الشفاط لسه فاصل، الكهرباء رفعت الحمد لله. ففيش حاجه اسمها لا الخليه ما تشتغلش في عمر يوم، لا مش عارف ايه ما يشتغلش. انت وقعت منين انت؟ الخليه تشتغل من عمر وانت في التفقيس، فقس البيضه الخليه بتشتغل عادي، بس اهم حاجه الهواء ما يكونش مباشر على الكتكوت. انا عندي مسافه بين الخليه وبين الكتكوت زي 1.5 متر، وكمان الخليه في اقصى اليمين والشفاط في اقصى الشمال، يعني الهواء ما بيخش وكمان الخليه فين؟ فوق هنا كده عند الدور الثالث،
اهي المستوى بتاعه عند الدور التالت، يعني الهواء اخره جاي كده فوق الكتكوت، فبياخد الهواء السخن ويتكسر وينزل بالراحه على ايه، على الارض، عشان ادي للكتكوت الهواء ما يكونش ساقع، ما يعمليش صدمه مثلا، وفي نفس الوقت ما يكونش فيه هواء مباشر. اقدر اشغل هي الخليه وابلها، مش اشعرها بلل كامل من عمر يوم. اقدر اشغل الشفاط من عمر يوم. طبعا انا عندي شفاط واحد، ما عنديش شفاط اللي هو بحسبه اللي هو على الوزن، انا شغال بشفاط واحد. كده كده احنا في موجة حر، ما عنديش دفايه شغاله في المكان. الحراره اصلا كانت في العنبر 38 موصلها ل 34، يعني الشفاط اشتغل. موصلها ل 34، يعني الشفاط بينزل لي 4 درجات بخليه التبريد وبيفصل. عشان الناس اللي كل شويه ترن عليا، ابو انس ينفع اشغل الشفاط؟ او لا ينفع، اصل فلان وعلان وخلان. اهو يا عم، اسال مجرب واستشير طبيب، مش هقول لك ما تسالش طبيب، اسال مجرب اهو. واللي بعمله كله دور، اسال مجرب واستشير. ان هو قال لك لا ما ينفعش وانا قلت لك ينفع، هو جرب. طب انا جربت. الخلية شغالة، بننزل 4 درجات بخلية التبريد مبلولة بلل كامل. الشفاط بيشتغل عادي جدا ايزي. تجديد العنبر اهو، شغالين بنظام ده الازرق وده الاخضر. ان شاء الله بنعمل لكم حلقة كاملة عن نظام التربية باللون الاخضر واللون الازرق. ابني وقعك انت كمان. تمام يا حضرات، واشوفكم بقى ان شاء الله الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واشكر كل الناس اللي رنت عليا وسالت عليا وقالت لي ايه الغيبة دي يا ابو انس. والله العظيم انا يعتبر حبيت الفيديوهات عشانكم. واحد كان الاول عامل زي قرد قطع واحد. السلام عليكم.